نوردين كوتيت، محامي بهيئة تطوان وعضو المكتب المركزي العصبة للدفاع عن حقوق الإنسان، وكذلك كاتب إقليمي العصبة سابقا. بداية كنشكركم على هذا اللقاء اللي فيه قدمتوا العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، وتستمعوا الموضوع اللي هو جد مهم، موضوع شائك بالنسبة لنا على المستوى الإقليمي بمدينة تطوان. كذلك أثمن المداخلة اللي تدخل بها السيد الرئيس عادل تشيكيطو فيما يتعلق بالتوطئة اللي قدمها. وبطبيعة الحال احنا على مستوى مدينة تطوان اللي يمكن نقولوا باقتضاب، حتى لا أدخل في تكرار واستطناب، أقول على أن مدينة تطوان أو إقليم تطوان يعيش ظرفية صحية جد صعبة. كيف ذلك؟ ذلك هو أن مدينة تطوان بها مركز إقليمي ديال الطب كيضم كل من وزان، شفشاون، مضيق الفنيدق وتطوان. هادو كلهم أقاليم، هما أقاليم كبيرة بزاف، وكلهم كتكب مدينة واحدة هي مدينة تطوان. بطبيعة الحال إذا شفنا هاد المناطق هذه والحجم ديالها مقارنة مع المركز المفروض على أنه كان يكون مركز جهوي، إلا أنه لحد الساعة لا زال مركزا إقليميا لا أقل ولا أكثر. كل هذه المناطق تصب وتكب في المركز الإقليمي لمدينة تطوان. بطبيعة الحال هذا سبب واحد المجموعة المشاكل هي اللي مفروض على أننا نهضروا عليها، واللي جينا لمدينة الرباط على اعتبار أن المركز ديال الدولة أو المركز ديال البلاد، أننا نبلغوا الصوت ديال مدينة تطوان من خلال هذه المدينة ومن خلال هذا المنبر أمامكم، ونقول على أن ينبغي على توسعة المركز الإقليمي، وكذلك إحداث مركز جهوي بمدينة تطوان تكون له القدرة الاستيعابية على احتواء جميع من يقصده. بطبيعة الحال هذا المركز الإقليمي من بين الأمور اللي كيعاني منها مثل المراكز الإقليمية الضعيفة جدا، نقص في الأطر الطبية، نقص في الدواء، نقص في المقابلة، وكل الأمور المفروض على أنها المفروض تكون متوفرة في المراكز اللي المفروض على أنها تكون مدن كبرى، إلا أن مدينة تطوان رغم أنها تحتوي كل هذه المدن إلا أنها ضعيفة بالمقارنة مع المدن الأخرى. كل هذا سببنا واحد المجموعة المشاكل. هذه المشاكل اللي كان من الأمور أو المشاكل الأساسية هو نتجتنا حالات ديال الخطأ الطبي اللي هو ضرت منه الابنه ديالنا هي ابنه سلمى، اللي المفروض على انه يتحدث عليها الاب ديالها ويوضح باش ما ندخلوش هذه النقطه وما نوقعوش في الاطناب، يوضح كيف انها تعرضت للخطا الطبي. هو واحد، يجب احداث مركز جهوي يستوعب جميع النسمه المفروض على انها تنتمي الى مدينه تطوان والضواحي المجاورة لها، خاصة شفشاون، وزان، مضيق فنيدق